استاذ سامح، انت شايف ايه الاسباب الحقيقيه اللي خلت المهندس خيرت الشاطر يقدم على الترشيح؟ يقدم على الترشيح، يعني انت قلت لنا ان هو اللي اقدم على الترشيح مش انا شايف ان هو بقول لك ان الجماعه هي اللي قررت، فبقول لك المهندس خيرت الشاطر نعم. لا، انا اللي اقصده يعني طبعا ليس اتهام لحد، وده حق طبيعي للمهندس خيرت ان هو يشوف فيه الاهليه وان هو يترشح. انا بس عايز اقول ان احنا لو اتفقنا ان ده الاطار يبقى نتناقش في هذا الاطار، لكن هو لما يتقال مثلا لما الناس كانت اعترضت على اللي حصل مع دكتور عبد المنعم وان القرار وان دي الشورى وهي البركه وهي الصح، ودلوقتي بقى الشورى وهي القرار، لما هو وارد ان انا اخد قرارات وبعدين ارجع فيها، وده حق. انا شايف ان الجدال الفظيع اللي على الفيسبوك ان هو الناس دي بترجع في كلامها، ده ليس له معنى. طبعا في السياسه تقدر تغير وفق المتغيرات اللي بتجيلك، تغير قراراتك، بس خلاص اذا هذا القرار ليس له هذه الهاله من القداسه. ينفع نكون قررنا قرار غلط، لا تصدر قراراتك بهذه القداسه. وعشان كده مثلا، ورغم ان انا عارف ان علي لا يقصد، يعني لما احنا دلوقتي انا بقول زواج السلطه براس المال، المثال اللي كان قريب من الذهن واتضرب سيدنا عمر. لا، المهندس خيرت مش هيقيسه طبعا على سيدنا عمر، مش عشان المهندس خيرت وحش. انا مش قصدي عشان ما يتقالش يوسف خرج من السجن ليحكم مصر. الحمله اللي بدات مش بنفس، لا والله والله قصدي بنفس بتشبه لما يكون السلوجان اللي شغال دلوقتي يوسف هذا العصر. لما يكون فضيله المرشد الدكتور محمد بديع يقول للاعلاميين يحذركم يا استاذ محمود، يقول اتقوا دعوته، ده دعوته مستجابه. وما يكون النهارده دكتور بديع في مؤتمر الصحفي في تنازل المستشار عبد الله الاشعل يقول هذا سلوك السفير عبد الله الاشعل، هذا سلوك من يحب ان يرضي الله، كأن اللي مش هيتنازل للمهندس خيرت هيبقى لا يرضي الله. ودي انا سامعها ودني قالها في المؤتمر الصحفي. فانا خلاص لو هلعب سياسه ده شيء مقدر جدا، يبقى خلاص كلنا بنتكلم في السياسه، يبقى ما فيش مقدر. وده عين اللي المجموعات اللي اتفصلت واستقالت كانت معترضه عليه، كانت بتطالب فصل العمل الحزبي عن العمل الدعوي. سيبوا الحزب هو الحريه والعداله اللي ينزل مرشح ويرجع في كلامه ويروح، وتفضل الجماعه بهذه الطهاره وبهذه البراءه ولا ينال منها. لكن بقى يعني انا عندي مشكله مع المهندس خيرت الحقيقه، مش مشكله شخصيه، مشكله في ترشيحه، يعني في ان هو بقى هم دول الذراعين الاساسيين لاي، اسف في التعبير مش لاقي تعبير اخف والطف، مع اي مستبد. راس المال والسلطه. انا رايي من اعتاد قمع مخالفيه في التنظيم سيعدم مخالفيه عندما يحكم. هو قمع مخالفيه في التنظيم طبعا المهندس خيرت. يعني دي قصه ثانيه ممكن نبقى نيجي حلقه مخصوصه. بس وطبعا كل قرارات الفصل والاطاحه من اول دكتور عبد المنعم لغايه اصغر اخ تنظيميا في الجماعه المهندس خيرت المسؤول عنها. طبعا المهندس خيرت، امال مين؟ يا سامح بلاش يعني موضوع مستبد، موضوع مستبد دي يعني المهندس خيرت مشرف القاهره الكبرى الذي اخذ بحق هذه المجموعات، ده تنظيميا. انا مش بنسيب له حاجه، مش من مسؤوليته، دي مسؤوليه المهندس خيرت التنظيميه. طب اتفضل علي. يعني انا مش هقول كلام يعني من حق طبعا الجماعه ان هي تقدم وتاخد قرارات، ده تراجع في مواقف معينه وبناء على متغيرات الظروف. اما بقى تختار مين، كان في 3 اسماء مقترحين في الاجتماع، مهندس خيرت ودكتور مرسي ودكتور الكتاتني. بناء على الشورى وبناء على قرارات قرار مجلس الشورى الجماعي. بس الاستاذ سامح بيقول غير كده، الاستاذ سامح بيقول لك ان المهندس خيرت هو اللي كان ساعد ده وهو اللي كان بينظم ده، فواضح ان ما كانش في اسماء. ما اعتقدش ان الموقف بالشكل ده. انا بقول لحضرتك انا قعدت مع عضو الهيئه العليا وقال لنا الكلام ده. الاجتماع بتاع مجلس الشورى الجماعه تم التصويت فيه على ان احنا ننزل، وبعدين تم التصويت على المهندس خيرت. وبعد ما حصل الاجتماع المهندس خيرت اعلن على لسان فضيلة المرشد ان هو استقال من عضويته في مكتب الارشاد ونائب المرشد حتى يتفرغ للعمل، وحتى لا يكون هناك فصل، ما يبقاش. حتى دلوقتي بدات تطلع حاجه غريبه جدا، لو المهندس خيرت نجح يبقى فوقيه المرشد ولا هو اللي تحتيه، والكلام اللي هو يعني ايه مش عارف يفسر طيب. باي شكل من الاشكال. استاذ سامح ايه رايك في الكلام ده؟ انا بس مش عايز اتفهم. الدكتور مرسي والدكتور الكتاتني كانوا مطروحين. ما هو طبعا مطروحين، لان هو في مجموعات مش في هذه القصه، فعادي بتصوت برايها. انا مش عايز بس يتفهم ان انا بهاجم المهندس، انا دلوقتي بتكلم بصفته مرشحا لرئاسه الجمهوريه. طيب فانا بقيم هذا المرشح هيفيد. هل المنافسه او المعركه بين الدكتور عبد المنعم فتوح والمهندس خيرت الشاطر انتقلت من داخل التنظيم الى خارج التنظيم؟ انا شايف ان هي المعركه اللي ادارها المهندس خيرت للاطاحه بالاستاذ عبد المنعم كانت خطوه، عشان كده انا باؤكد
ان هو لترشحه؟ قرار خطوه طبعا لترشحه. يعني انت شايف ان المهندس خيرت هو اللي اطاح بالدكتور عبد المنعم الفتوح عشان المهندس خيرت يترشح للرئاسه؟ نعم بالتاكيد، اطاح بكل المجموعات اللي عندها استعداد تنفتح اكثر مع المجتمع لا السوري. اعتقد، لا يعني ما اعتقدش ان دوت بيحصل في جماعه زي جماعه الاخوان المسلمين. انا يعني تربيتي في الجماعه الراجل تربيته برضه، انا بقالي 13 سنه بقى يعني قريب برضه من 24. سامع وعضو عامل برضه وبيعت عضو كل عامل. حاجه يعني الراجل 20 سنه يعني وعضو عامل انا وبايع. برضه عضو عامل وبيعت كل حاجه. انا اتوقع في تربيتي اللي تربيتها داخل جماعه الاخوان المسلمين لم ارى مثل ذلك. في كل الانتخابات اللي احنا عملناها كان بيتم الانتخاب من، يعني ما فيش حد جوه الانتخابات اللي احنا عملناها داخل الشعب وداخل المناطق قال انا عايز اترشح ابقى مسؤول منطقه او ابقى عضو مجلس شعبه او ابقى كذا او ابقى كذا. بنشوف مين الاصلح ومين الاقدر على حمل هذه المسؤوليه، لان انا بعتبرها دي امانه ويوم القيامه خزي وندامه، واللي طب هل ممكن حد من هياخدها. الجماعه في الموقف اللي زي دي يدي الدكتور عبد المنعم الفتوح، ولا كل الجماعه ستلتزم بالتأييد؟ اعتقد ان كل افراد الجماعه، اعتقد يعني ذلك ان كل افراد الجماعه ملتزمين بقرار مجلس شورى الجماعه.